أحييكم من هذه المدينة الجميلة، عاصمة المملكة المغربية الشريفة، مدينة الرباط. يا جماعة راني في المغرب، شوف هذا الجمال، شوف هذا الجمال يا تبون، هذا هو المغرب. شوف روعة. للإشارة فقط، مدينة الرباط ولا مدينة سلا اللي تنشوفوها من الجهة الأخرى، لأنهما مدينة تسموا العدوتين، لأن بينهما واد أبي الرقراق، بورقراق، والجهة الضفة اليمنى فيها مدينة الرباط، والضفة اليسرى فيها مدينة سلا. وللإشارة فقط، هذه المدينتين يعود تأسيسهما إلى الموريسكيين الذين جاءوا من إسبانيا. فمدينة سلا معروفة بأنها مدينة القراصنة، مدينة الموريسكيين اللي جاوا من إسبانيا وكانوا تفهموا البحار وتعرفوا يصوبوا المراكب، وكان عندهم باع كبير في الجهاد البحري اللي احنا تنسميه الجهاد البحري، والاخرين تسميوه قرصنة، ولكن احنا كنا ندافعوا على راسنا، داكشي علاش تنسميوه جهاد بحري. اما في الجهه اليمنى اللي كانت فيها مدينه الرباط فتا هما موريسكيين، ولكن ما كانوش بالبراعه ديال السلويين. ناهيك على أن مدينة الرباط كانت قد تم تأسيسها قبل قدوم هؤلاء الموريسكيين بزمن طويل. واضح المسجد، صومعة حسان التي كان الموحدون يريدون أن يتخذوها عاصمة لهم، لكن كانت البوبيلاسيون أو الساكنة الكبيرة كانت في مدينة فاس ومكناس، لذلك رجعوا لفاس باش أسسوا باش داروا العاصمة ديالهم في فاس ومراكش، المدن الكبيرة. تندير لك ياك